مساء الهنا والسعادة على أحلى وأجمل متابعين. مساء الخير، صباح الخير في أي وقت تشوف الفيديو فيه. النهاردة جاية لكم بأحلى وأجمل كيكة. هنعمل النهاردة الكيكة بالشوكولاتة، تحفة وسهلة وجميلة. يعني هتاكليها وهتقولي الله يبارك لك يلي إيه يلي عملتيها. النهاردة سهلة وبسيطة وروعة وتحفة وحكاية. مليناها لبن، سقسقناها باللبن زي ما انتوا شايفينها كده، ومن فوق القلب الشوكولاتة الجميل دوت. طعمها كان تحفة. طبعا هتجربيها وإن شاء الله هتديلي دعوة حلوة. لو اول مره تشوفيني بقى ما تنسيش اختك حبيبتك تعملي لي احلى اشتراك، ويلا اعملي لي اللايك الحلو بتاعي، ويلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدا مع بعض في التحضير. انا هنا عندي 4 بيضات، عندي كيس فانيليا، عندي نص كوبايه كاكاو. طبعا عشان الكوبايات الكبيره عندنا فدي كوبايه كبيره، كوبايه صغيره فيعتبر نص كوبايه. كوبايه لبن، كوبايه سكر، كوبايه زيت. الدقيق بتاعنا على جنب مش هنحتاجه دلوقتي. نبدا في المقادير بتاعتنا اللي احنا محتاجينها دلوقتي. انا هنا هنزل بكوبايه السكر وكوبايه اللبن. دول اول حاجتين هننزل بيهم مع بعض عشان ادوب السكر بتاعي. تمام تمام. يبقى هنا عندنا المقادير بتاعتنا: كوبايه لبن، كوبايه سكر. الكوبايات دي كبيره، هنحط عليهم نص كوبايه كاكاو. دي كوبايه صغيره فيعتبر نص كوبايه. تمام تمام. اشتغلي بالكوبايات كلها زي بعض عشان المقادير بتاعتك تطلع معاكي مظبوطه. هنضربهم ضرب حلو كده مع بعض. طبعا الكاكاو بتاعي جبته من عند العطار ونخلته نخله كويسه عشان لو في اي حاجه تطلع منه. يبقى هنا خليكي فاكره، خليكي فاكره: نص كوبايه كاكاو، كوبايه سكر، كوبايه لبن. هندوبهم تدويبه حلوه جدا جدا ونخلي السكر بتاعنا يدوب جدا. انا هنا مشغلاه على اعلى سرعه، طبعا عشان لسه خفيف بيطلع لفوق بينط زي ما انتوا شايفينه كده. طبعا لما نحط الزيت بتاعنا هو هيبتدي يتقل، هوريكم دلوقتي القوام بتاعه. هنا لسه خفيف جدا وبدوبه جامد على قد ما بقدر. انا عايزه السكر بتاعي يدوب. ننزل بقى بالزيت بتاعنا هنا سرسوب سرسوب، واحده واحده، تاتا تاتا. لو نزلتي بالزيت بتاعك مره واحده مش هيتقل معانا ومش هيدينا الربط اللي احنا عايزينه، اللي يبقى تقيل. احنا هنا عايزين الطبقه بتاعتنا تبقى تقيله. الشوكولاته اللي احنا هنحطها من فوق هقول لكم دلوقتي ايه اللي احنا هنحتاجه وايه اللي احنا هنعوزه من فوق. هنا هننزل بيه تاتا تاتا. اهم حاجه يا جماعه ما تنزليش بالزيت مره واحده. يعني زي ما بتعملي كده الطحينه، شفت لما بتعملي الطحينه نفس الموضوع. لما تيجي تعملي الطحينه بتاعتك بتنزلي واحده واحده عشان ايه تقلبي كويس. هنا نفس الكلام، انزلي بالدقيق بالسكر بتاعك بالزيت بتاعك واحده واحده. خلاص كده. بصوا بقى، طبعا انا بحط تاتا تاتا. خدت وقت معاكم، القوام تقل. لو تاخدوا بالكم الخلاط بتاعي الاول كان بيضرب لفوق جامد. دلوقتي القوام بتاعنا زاد بس تقل، ما بقاش يتحرك زي الاول. اهو زي ما انتم شايفين اهو. هفتحه لكم واوريه لكم من فوق. ما تنسيش كمان ان الخلاط سخن، يعني كده لما نسيبه في التلاجة هيتقل اكتر من كده. يبقى احنا كده خدنا ايه، خدنا القوام التقيل بتاعنا اللي احنا محتاجينه، اللي احنا هنحط من فوق. هنا هنقلب كده. هاخد نصهم كوبايتين. هاخد نص الخليط بتاعنا احطه في الفريزر بتاعتي يسقع كده ويمسك مع بعض ويتقل. وهاخد نص الخليط، يا ده انا قسمتهم بالنص. هنحط ال4 بيضات بتوعنا كده. تمام. طبعا الجو حلو الايام ديت والبيض بتاعنا بسم الله ما شاء الله مضمونه زي الفل. طبعا جايبينه من عند حد كويس، مفيش شمس مفيش قلق، فالبيض بتاعنا كويس وزي الفل. هنزل بيه كده. طبعا انت لو قلقانه من البيض اعملي واحده واحده عشان ما تبوظيش الدنيا وتبوظي الخليط وتلاقي نفسك رميتي الكميه. فاضربي كل بيضه لوحدها في طبق، الواحده بوحدتها، وبعد كده تروحي قلبها في الخلاط. انا هنا عشان واثقه في البيض بتاعنا تمام وزي الفل وحاطاه في التلاجة، فايه واثقه فيه حطيت كله كده مره واحده. طبعا اهم حاجه كيس الفانيليا ده، لو عندكيش كيس فانيليا زي كده يبقى فانيليا سايبه. دي اهم نقطه، بلاش ما تحطيش فانيليا وتقولي لا. عشان يا جماعه اي حاجه فيها بيض لازم نحط كيس فانيليا. هنروح على الخلاط بتاعنا بقى. يلا بينا، احنا هنضربهم ضربه جامده مع الخلاط. طبعا لما حطينا البيض بتاعنا فتح معانا اللون زي ما انتم شايفينه بقى خفيف. هنبتدي بقى. انا هنا الدقيق بتاعنا انا خلطه مره، هعمله مره معاكم تانية. دي اهم خطوه عشان ان الكيكه بتاعتك تبقى ناجحه، ما تبقاش مكتومه معاكي وما تبقاش مكلكعه في دقيق مكلكع كده، وبعد كده تيجي تاكلي تقطعي الكيكه تلاقي في حتت دقيق. لا، اهم خطوه الخطوه دي هتديكي كيكه هشه وجميله من جوه وخفيفه ولذيذه. الخطوه دي لو استغنيتي عنها الكيكه بتاعتك هتطلع كبسه. هتطلع مكتومه يعني. خلاص كده خلاص. يبقى هنا في ذره ملح. طبعا ذره ملح دي اساسي، ذره صغيره لا تذكر عشان ما تملحش مننا. كيس بيكنج باودر. طبعا كيس بيكنج باودر حلو ومظبوط. تمام تمام. هنقلب بقى المواد الجافه بتاعتنا كده تقليبه حلوه عشان كله يندمج مع بعضه كده يبقى زي بعضه، ما يبقاش حته فيها ملح وحته ما فيهاش ملح لو نزلنا بالخليط بتاعنا.
وبعد كده بقى ننزل بالخلاط بتاعنا كده. انا بوسع الدنيا اهو. ادي الخليط بتاعنا اهو كده تمام. الكيكه بتاعتنا النهارده كانت تحفه وروعه، احلى واجمل كيكه. الكيكه بالشوكولاته طبعا يا جماعه ما يختلفش عليها اتنين، من اجمل واحلى الكيكات الكيكه اللي بالشوكولاته، سهله وجميله وتحفه ولذيذه. يعني بصراحه بتتنسى في نسف. يعني الولاد ما بيختلوش عليها، بنعتبرها جاتوه. دي بديل الجاتوه، لما تحبي تاكلي جاتوه دي يعتبر بديل الجاتوه. نفس طعم الجاتوه ونفس النظام كده، مليانه شوكولاته من بره وغنيه ومظبوطه من جوه كده، تحسي فعلا ان انت بتاكلي جاتوه. هنقلبهم طبعا تقليبه كويسه كده. طب انت لو لقيتي هنا معاكي الخليط بتاعنا تقيل زي ما انت شايفه كده، هتعملي ايه؟ هتجيبي نص كوبايه ميه، بس بلاش ميه مالحه حنفيه، كوبايه ميه دافيه. يا جماعه الميه الساقعه لما بتحطيها هتكبس معاكي الكيكه، وهتطلع معاكي مكتومه. بلاش الخطوه دي، لازم ميه سخنه، اهم حاجه تكون ميه سخنه. انا بقول لك المعلومه دي لان انا جربت دي وجربت دي، لقيت التانية كبست معايا خالص، فانا بقيت بجيب ميه سخنه. لو ما عملتهاش بميه سخنه خلاص يبقى الكيكه بتاعتك كتمت معاكي اهو. ونبتدي بقى نقلبها. هقلبها بقى واوريكم القوام بتاع الكيكه المظبوط، احنا ولا عايزينها تقيله ولا عايزينها خفيفه. هوريها لكم دلوقتي وهتشوفوها عشان تطلع معاكي الكيكه مظبوطه وهشه وجميله من جوه. وهقول لك على طريقه التسويه، لان طريقه التسويه اهم حاجه في الكيكه. في كيكه بتطلع مكتومه جدا بسبب الفرن، الكيكه بتطلع محروقه بسبب الفرن، الكيكه بيطلع معجنه بسبب الفرن. مشاكلها كتير الفرن يا جماعه. هقول لك واحنا دلوقتي شغالين مع بعض طريقه الكيكه المظبوطه اللي بتخليها تحفه وجميله، من غير ما تعجن منك، من غير ما تبوظ منك، من غير ما تتحرق منك، من غير ما تبقى مكتوبه ازاي دلوقتي. يلا ده اهم حاجه بقى، تدخلي الهواء كده وتقلبيها تقليبه كويسه، كل اتجاه واحد كده. كده خلاص احنا خدنا القوام بتاعنا اللي احنا عايزينه. ده القوام المظبوط بتاعت الكيكه بتاعتنا، ولا تقيله ولا خفيفه. هنجيب بقى معانا ايه البايركس بتاعنا ده، هدهنه زيت كده، بطنه زيت، طبعا زيت سمنه اي ماده دهنيه مفيش اي مشكله خالص. هنا بقى رشه كاكاو، طبعا عشان عندنا كيكه ما ينفعش احط دقيق لان الطبقه اللي تحت هتبقى بيضه. لما اجي اقطع الكيكه بتاعتنا هبص الاقي من تحت الدقيق بتاعي باين لونه ابيض، لان الكاكاو بتاعنا الكيكه بتاعتنا حاطين عليها كاكاو فبني، فانت تحطي رشه كاكاو زي كده اهو. تمام تمام. انزلي بقى بالخليط بتاعك تاتا تاتا، واحدة واحدة، عارفة البيبي اللي بتمشيه واحدة واحدة هو ده. طبعا لما تنزلي بيها واحدة واحدة كده احنا بندخل الهواء كله فيها. لو كبتيها مرة واحدة يبقى انت كده كتمتيها. الطريقة دي يا جماعة بتخلي فيه هواء كتير من جوه، وبتخلي الكيكة بتاعتنا بسم الله ما شاء الله، يعني كل ما الهواء بيدخل بتزيد يعني، فبتبقى جميله في السوا بتاعنا بسبب اللي ايه، بسبب الطريقه دي. لو انت كبتيها مره واحده هتكبس معاكي، فحطيها ارفعيها لفوق على قد ما تقدري كده زي، وانزلي بيها سرسوب سرسوب واحده واحده اهو. تمام تمام. النار بتاعتنا بقى تبقى وسط من تحت، ما تولعش الشوايه خالص. اهم حاجه تخلي النار بتاعتك وسط من تحت، ما تخليهاش ولا واطيه ولا عاليه. لو خليتيها واطيه هتعجن منك، لو خليتيها عاليه هتتحرق منك وهتشيط وهتبقى مش لذيذه خالص. لازم النار بتاعتك تبقى وسط ومظبوطه، وفي نفس الوقت ما تبقاش عاليه من فوق نهائي. بعد ما السوا بتاعها نوصل له وتبقى تمام وحسيتي اللي هي مش محمره من فوق، طبعا الكيكه اللي بالكاكاو اللون بتاعها طبعا زي ما انت شايفاه كده، مش هنحتاج ان احنا الشوايه خالص. هنا مش هنحتاج الشوايه نهائي اهو. هشيل الوش بتاعنا دوت طبعا عشان هنا هسقسقها لبن، واخليها كده تبقى مليانه لبن كده وطريه وجميله. انا هنا عايزه احس ان انا باكل جاتوه، فلازم اغنيها كده، اخليها بدل الكريم شانتيه وبدل الكريم كراميل وبدل الحلويات وبدل الحاجات اللي احنا بنحطها هنا، هنحط يا دوبك كوبايه لبن بس. كوبايه اللبن مع حبه الشوكولاته اللي احنا كنا حاطينهم خلوها بالظبط بالظبط نفس طعم الجاتوه. هنكب هنا واحده 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 كده بالمعلقه عشان يبقى كله يتشرب، ما يبقاش في حته فيها وحته لا. انا عايزه هنا كله يبقى زي بعضه زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا حطيت معلقتين سكر كده عشان لو يعني معلقتين السكر كده بيدوا طعم حلو، بلاش تبقى مسخه كده ودلع. وكمان عندنا كاكاو وعندنا حاطين كوبايه واحده، فهنا تحطي معلقتين سكر عشان تديها طعم حلو. انا هنا بنزل في كل مكان عشان عايزه كله يتشرب معايا اهو يا جماعه. تمام كده تمام.
الخطوه دي لو عايز تستغني عنها استغني، مفيش مشكله، بس رايي لا، لان بجد بجد ادت طعم جميل جدا للكيكه، خليتها طريه وجميله كده ولذيذه. النقطه ديت لما بعملها بحس بفرق جدا في الكيكه. في كيكه بنحبها بتبقى موجوده فيها الموضوع ده، وفي كيكه لا. الكيكه دي بصراحه لما حطيتها حسيتها جميله جدا. انا هنا بنزل كده لو في اي لبن، هسيبها دقيقة كده تتشرب معايا كل اللبن ده، لما تختفي يرجع لونها الطبيعي. هسيبها دقيقة واحدة كده وهتلاقوا الفرق. اهو بصوا، سبتها دقيقة واحدة وبعد كده لقيت الفرق زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بيها هنا. بصوا بقى الكيكة الشوكولاتة بتاعتنا لما حطيتها في الفريزر جمدت معانا زي ما انتم شايفين. احنا عايزين بقى السمك اللي احنا شايفينه دوت، هو ده اللي انا عايزاه. اهو الشوكولاتة يا جماعة طعمها تحفة وروعة وحكاية. لو عندك بقى شوكولاتة، الشوكولاتة الخام كنت حطيتيها عليها كده وبشرتيها ويا سلام، انسي، بتبقى جميلة جدا. بس احنا النهاردة قلنا عايزينها اقتصادية، ففي حاجات كتير استغنينا عنها، بس برضو اديتنا طعم جميل، اديتنا طعم لذيذ، خلت طعم بصراحة تحفة. لو اول مرة بقى تعمليها ان شاء الله هتعمليها وهتجربيها، وانا واثقة ومتأكدة انك هتديلي دعوة حلوة. بص بقى هنا اللبن بتاعها كده من جوه مليانه لبن ومخليه لونها فاتح ازاي، مع طبقه الشوكولاته اللي من فوق، بالظبط بالظبط عامله زي ما اكون باكل جاتوه. طعمها تحفه وروعه. لو اول مره تشوفيني بقى يسعدني ويشرفني انك تنوريني وتعملي لي احلى اشتراك، واكيد اكيد لو الفيديو عجبك اكيد هتعملي لي اشتراك، واكيد هتعملي لي كومنت حلو وتقولي لي حبيبه قلبي بتتابعني منين، وما تنسيش اختك حبيبتك تعملي لي احلى لايك. يلا باي باي يا حبيبه قلبي.